كنت على متن طائرة صغيرة تحلق فوق المحيط الأطلسي عندما شعرت بشيء غريب. فجأة اختفت الطائرة في مثلث برمودا، المكان الذي يعرف بأنه أحد أكثر الأماكن غموضاً في العالم. الأضواء بدأت تتلاشى والخرائط كانت تتشوش. حاولت التواصل مع برج المراقبة، لكن الصوت اختفى كما لو كان هناك حاجز غير مرئي. تاريخ مثلث برمودا مليء بالقصص الغامضة، من السفن الطائرة إلى الطائرات المفقودة. هل هي ظواهر طبيعية أم أن هناك شيئاً خارقاً يحدث هنا؟ بينما كنت أراقب المحيط من حولي، شعرت بأنني جزء من لغز قديم. هل سأكون التالي في قائمة المفقودين؟ في تلك اللحظة أدركت أن مثلث برمودا ليس مجرد مكان، بل هو تجربة تتحدى كل ما نعرفه عن السفر والزمان. هل سنكتشف يوماً ما سر هذا المكان، أم سيبقى غامضاً إلى الأبد؟